بيتكوفيتش يتلقى تحذيرا من أمر خطير يهدد الخضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. تلقى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحذيرا مباشرا من اللاعب جمال الدين بن عمري بشأن تربص المنتخب الوطني الجزائري المقبل، من خلال تصريحات أدلى بها النجم الدولي لقناة الهداف. وفي رسالته المباشرة المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش حذر جمال الدين بن عمري من طريقة اختيار اللاعبين وأسس توجيه الدعوة لهم لتقمص ألوان المنتخب الجزائري. وحذر خريج مدرسة نادي اتحاد الحراج التقني البوسني من الوقوع في فخ عدم توجيه الدعوة للاعبين من نادي مولودية الجزائر لخوض تربص الشهر جوان المقبل. ويرى محارب الصحراء أن عدد من لاعبي نادي مولودية الجزائر يستحقون الدعوة من بيتكوفيتش لخوض المواجهتين المقبلتين نظرا للمستوى الذين قدموا رفقة العميد الموسم الحالي. حذر خريج مدرسة نادي اتحاد الحراج التقني البوسني من الوقوع في فخ عدم توجيه الدعوة للاعبين من نادي مولودية الجزائر لخوض تربص الشهر جوين المقبل. ويرى محارب الصحراء أن عدد من لاعبي نادي مولودية الجزائر يستحقون الدعوة من بيتكوفيتش لخوض المواجهتين المقبلتين نظرا للمستوى الذي قدموه رفقة العميد الموسم الحالي. وقال جمال الدين بن عمري أن لاعبين مثل أيوب عبد اللاوي ومحمد بن خماسة وزكريا نعيجي ورضا حليمة وأيوب غزيلة ويوسف بلايلي يستحقون المشاركة مع كتيبة الخضر في تربص الشهر المقبل. وتابع المدافع الدولي في السياق إنه في حال لم يتم استدعاء من اللاعبين الذين ذكرهم في نادي مولودية الجزائر إلى المنتخب ستكون كارثة حقيقية على حد تصريحاته. وتابع أنه لا يقصد بكلامه استدعاء جميع اللاعبين الذين ذكرهم أسمائهم أو كافة لاعبي نادي مولودية الجزائر، ولكن الأقل يستدعي بعضهم لخوض التربص المقبل حسب احتياجات الناخب الوطني. وأردف المتحدث أنه يجب أن تصلح مثل تلك الأمور لأن المنتخب الوطني الجزائري يجب أن يسير بشكل مستقيم. وواصل مدافع نادي العميد في سياق حديثه عن الاستدعاء معرجا على ما حدث مع الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر خلال تربص مارس الماضي. وذكر جمال الدين بن عمري بإقصاء إسلام سليماني من دورة الفيفا الدولية الودية رغم أنه كان يشارك في مباريات رفقة ناديه البلجيكي، في حين وجهت الدعوة للاعبين كانوا غائبين عن المنافسة. وجدد محارب الصحراء التأكيد على أن استدعاء اللاعبين للمنتخب يبقى خيارات المدرب، ومؤكدا على وجود أمر خطير يجب وضع حد له. وقال بن عمري بوجود أمر غير عادي في المنتخب الوطني الجزائري لا يعلم من يقف وراءه، مطالبا من رئيس الباب وليد صادي القضاء على المشكل في أقرب وقت ممكن. شاركوني رأيكم في الكومنتات والسلام عليكم.